بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن تفسير حلم المكسرات. المكسرات في المنام. المكسرات ديت هي اللي يعني اللي هي من أول السوداني للبندق للوز لعين الجمل، للفستق، يعني اي حاجه بتنقسم لنصين من المكسرات. اذا لقيتي ان انت شفتيها في المنام ده تعرفي المكسرات. يعني ابن سيرين قال في كتاب التفسير بتاعه ان المكسرات ديت من رأى المكسرات في المنام فهذا يدل على مال مكنوز. يعني ايه مال مكنوز؟ يعني ايه مال مستخبي لسه ما ظهرش. يعني مثلا ورثة هيجيلك في الطريق، يعني برضو حد كان واكل عليكي مال وهينوي ان هو يديهولك. مثلا جمعية وهجايلك في الطريق هتقبضيها. يعني ايه مال مكنوز؟ مال مستخبي لسه ما ظهرش. طيب ولو انت بتاكلي بقى المكسرات، لو انت بتاكلي المكسرات ده برضو ان هو خلاص الرزق خلاص، يعني جه، يعني خلاص على الباب اهوت، هتفتحي وتلاقيه ان شاء الله. الرزق ده بقى زي ما قلنا ان هو مش شرط برضو يعني يكون مال، ممكن يكون لو البنت العزباء ان هو ربنا يصلح حالها بزوج صالح. لو السيدة المتزوجة ممكن تكون هتحمل، ولو الست الحامل ممكن ان ربنا يرزقها بصبي ويكون عافي متعافي. وللرجل برضو زي ما قلت بقى طبعا الرجل يعني من صفاته ان هو اللي بيشتغل وبيجيب مصاريف البيت، يعني ان شاء الله في الرزق اللي جاي له زي ما قلت لكم. يبقى المكسرات بتدل على المال المكنوز. طب وبالنسبه للزبيب، لو انت يعني شفتي في المنام زبيب، الزبيب دوت بيقول لك برضو ابن سيرين ان هو ممكن تكون انت مكسره مع الناس الكبار، الاب الام. فانت حاولي بقى ان انت يعني تصلي الرحم كده، ولو انت مقصره معاهم تخلي العلاقات كويسه. ويا رب. يعني دي يعني حاجات مختصره، انا بجاوبكم اجابه مختصره، يعني خير الكلام ما قل ودل. لو حد عنده اي سؤال في تفسير الاحلام يقول لي، وانا برضو بفسر لكم على قد كده. يعني ماشي يا حبايب قلبي، اشوفكم في حلقه جايه باذن الله.